طيب احنا عايزين، انا بحس ان الموضوع ده يعني حتة، خلينا نرجع تاني للارت ثيرابي او للثيرابي بصفة عامة. آه، احنا ما عندناش للأسف يعني الوعي الكافي للحتة دي. فانا نفسي جدا جدا، اكيد انتي نفسك اكتر طبعا، لان يعني انتي المتخصصة في الموضوع ده، وانتي اللي درساه واللي على دراية ووعي، ورحلتك كانت طويلة قوي في موضوع الارت ثيرابي والثيرابي عموما او نفسية الانسان. فبعتقد ان انتي بيبقى على قلبك قوي 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 ان انتي توصلي لكل بني ادم في الحياة، وخصوصا الستات اللي زينا، اهمية الثيرابي. ف يعني انا شخصيا من منطلق الحته بتاعتي بتاعت الرياضه مثلا او التمارين او كده، ببقى نفسي كده امسك كل واحده كده واهزها واقول لها اهتمي بنفسك، اهتمي بصحتك، العبي رياضه، اتحركي كده. فاكيد انتي برضو بيبقى نفسك جدا تعملي كده، بتبقي نفسك تمسكي كل واحده لوحدها في العالم كله وتقولي لها اتحركي، قصدي يعني اشتغلي على نفسك، اهتمي بصحتك النفسيه، اشتغلي على نفسيتك، اعملي حاجات تحسن من نفسيتك. فايه الطرق اللي احنا ننشر بيها الوعي ده؟ لان انا برضو بيصعب عليا قوي ان، زي ما انا بقول لك كده، زي ما قلت لك في الاول، ان اي حد اقول له مثلا ثيرابي او معالج او معالجه نفسيه او ارت ثيرابي، كلمه ثيرابي او علاج نفسي دي بتوتر ناس كتير قوي، وما عندهمش اي وعي ان دي حاجه لازم كل انسان يعملها. فازاي ننشر الوعي ده؟ ده سؤال صعب قوي يا مريم. يعني يا ريت نلاقي له إجابة. يعني اه. يمكن كل حد بيخرج ده في حاجة معينة، بس حقيقي كل حد جواه إبداع. كنت بقرا قريب كده زي بحث كده، آه، آه، بحث اجتماعي. وفي البحث ده بيقول انه مفيش حاجة اصلا اسمها شخص مبدع وشخص غير مبدع. مفيش اصلا حاجة اسمها كده. هو في شخص بيستخدم ابداعه وشخص لا يستخدم ابداعه. فهي بالظبط لو بلغة الرياضة زي العضلة. انا كل ما استخدمت العضلة دي كل ما هي قويت وبقت كده حلوة كده ترد الروح. وبقت اسهل في استخدامها، وبقيت اعرف اعمل بيها كل حاجة. كل ما اهملتها وقلت انا ما بعرفش وكده كل ما نامت. لكن هي موجودة، هي موجودة، احنا بنتولد بيها. فاحنا كلنا بنتولد مبدعين. للأسف الشديد مفيش حد في تاريخه غالبا، يعني في تاريخه ما عداش بتعويرة فنية. يعني ايه تعويرة فنية؟ يعني كان في الفصل في حد بيرسم حلو قوي 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 وانا حسيت نفسي لا، ده انا ما اعرفش اعمل اي حاجة من الحاجات اللي بتتعمل دي، ده انا ضايعة. طب ليه بقى كده؟ طب ليه تجيلي على الوجع بقى وتفكريني باللازمات؟ ده حقيقي جدا، ده حقيقي جدا. وده اللي انت عارفه ان ده اللي حصل لي، ان انا وانا صغيره كنت في فصل كله مبدعين وبيرسموا رسومات، تابلوهات تتعلق على الحيطان وكده، وانا المدرسه قالت لي ايه القرف اللي انت عاملاه ده؟ فخلاص انا وصمت نفسي بان انا ما بعرفش ارسم خط في ورقه. وفضلت كده طول حياتي لغايه ما ظهرتي انتي وخلتيني رسمت اساسا حاجات معلقاها على الحيطه في بيتنا لغايه دلوقتي. فده دليل على ان يعني كل اللي انتي قلتيه ده حقيقي فعلا، ان احنا بنتعور في حاجه معينه فبتفضل معلمه معانا لغايه ما نشتغل على نفسنا ونبتدي نعرف ان الكلام ده اللي اتوصمنا بيه او اتقال لنا واحنا صغيرين او في اي مرحله من حياتنا ده غلط، وان جوه كل واحد مننا، يعني خليني اقول مش بلاش كلمة فنان دي، عشان فنان دي دايما بتتقال على الرسم بالذات،
واللي هو فعلا لازم ارسم شجره وبيت وكده بشكل جميل جدا. فانتي عرفتيني ان الفن مش ان انا ارسم حاجه منمقه جدا، ممكن اشخبط بالوان وتطلع حاجه شكلها جميل قوي. او النقل زي ما انت قلتي لي، كوني مثلا ان انا بعرف انقل من حاجه، دي معناها فن. ففي اشكال وانواع كتير قوي للفن. آه، يعني نفس الحكايه برضو مثلا على فكره الرقص او كده برضو يعني طول عمري موصومه ان انا خشبه. فلما دخلت عالم الزومبا والحاجات دي اكتشفت ان لا انا مش خشبه ولا حاجه، انا اتقل لي كده بس، فجسمي خد الصدمه دي وعاش بيها لغايه ما انا اشتغلت على نفسي وخدت تريننج في تريننج في تريننج لغايه ما بقيت، لا اكتشفت ان انا لا مش يعني مش هو ده اللي اتقال لي ده غلط. فابتديت اشتغل على نفسي في حاجات كتير. ففي حاجات كتير قوي قوي لو بس اكتشفناها او عرفنا نشتغل على نفسنا، او عرفنا ان احنا بنعرف نعملها. احنا بنعرف نعملها. مش معنى ان انا حد من اهلي او حد من المدرسين او فلان او كذا قال لي ان انت مش بتعرفي تعملي كذا يبقى انا فعلا كده واخدها بقيت حياتي. يعني it's time ان احنا نكتشف الابداع اللي جوانا باي شكل وباي صورة. فشكرا جدا، يعني طبعا انا بشكرك على كل حاجة يعني وعلى انك قلتي الكلام ده دلوقتي يعني على الملأ، وهنعلنه يعني للناس كلها. ويا ريت يا ريت فعلا كل واحدة تبتدي تفكر انا جوايا ايه اقدر ابدع فيه. لان ستات كتير كتير كتير، وخصوصا في المرحلة العمرية بتاعتنا اللي هي مش هنقول هي ايه بتبقى فاكره نفسها خلاص ما فيش حاجه تقدر تعملها، ولا اتعلمت حاجه، ولا بتعرف تبدع في حاجه، ولا هتعرف هي نفسيتها كده وخلقتها كده وتربت كده ومفيش اي حاجه نافعه. فدي دعوه ونداء لكل واحده انها تاخد الكلام اللي احنا قلناه ده وتبتدي تقلبه كده في دماغها وتفكر هي مبدعه في ايه، او مش تفكر هي مبدعه في ايه، هي كده كده مبدعه، بس تشوف هي ايه بالظبط وتبتدي تشتغل على نفسها. ف زود يعني مريم على اللي بتقوليه ده، انه يعني هو زي ما انت بتقولي كده، احنا كلنا مبدعات. اللي مش بتبدع في الرسم بتبدع وهي بتطبخ، وهي بتلبس، وهي بتحل مشاكل في بيتها، في شغلها، في اي حاجة. فهو ده بس ايه، شعرة صغيرة من يعني ايه ابداع. والحاجة التانية يمكن هزود هنا حاجة بسيطة هنتكلم فيها بعد كده اكتر بشكل اوسع. لو احنا بنتكلم على art as therapy،